حادث مأساوي بالبيضاء يخلف ضحايا وجرحى نتج وفق المعطيات الأولية عن اصطدام شاحنة من الحجم الكبير هذا الصباح بمحطة ترامواي ابن تجفين على مستوى تقاطع شارع عقبة بن نافع والحزام الكبير. حالة وفاة مؤكدة بينما نقل شخصان حالتهما خطيرة إلى مستشفى ابن رشد. الصور لعبد العالي مكاوي رصد شهادة المواطنين والتحرير نادي اليوبي. 7 صباحا من هذا اليوم حادث مروري هز الأنفاس بمحطة الترامواي بمنطقة ابن تشفين بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء. وقع عندما فقد سائق شاحنة السيطرة على شاحنته واصطدم بمحطة الأداء حيث كانت تقف شابة تبلغ من العمر 24 عاما. توفيت مباشرة بعد الحادث. كما لفظ عامل بالمحطة يبلغ من العمر 52 عاما أنفاسه داخل قسم الإنعاش. كان ترامواي في المحطة، هو دخل الترامواي في المحطة صافي اللي وقعت الواقعة. ترامواي الله زاد وقعت الواقعة مورا. هادشي اللي كاين. رموك جاي من هنايا تقريبا وصل هنايا قبل من السطوب صافي هو براكي كلشي هنايا. كانت الدريه مسكينه حطها تما يلاه غادا تدخل.